دابا عباد الله 50 عام ديال الزواج كيطلقوا. ها باش قلت لكم انا رجعت الظاهره، ها باش قلت لكم رجع مرض. شحال كتشدي شحال كنشد، نديروا داك الشيء يلاه الحساب، نديروا هذه 50% ويلي، ونديروا شركه ما نديروش عقد الزواج. اللي مزوج خصو ميداليه، اللي اليوم مازال مزوج خصو ميداليه، والمراه اللي مزوجه مازال مزوجه خصها ميداليه. وكيف ما كان الحال انا في رايي حان الوقت اننا نوقفوا هاد الزواج اللي غادي نخليوه غير غادي هكا. اذا ما كانش مؤطر راه ما يمكنش نستمروا. خاص التعطير ديال الزواج، خاص التحسيس وخاص التربيه وخاص التوعيه ديال الشباب اللي غيتزوج، اناث وذكور. اشنو هي المسؤوليه، اشنو هي الاولاد، اشنو هو العمل، اشنو هو الزوج، اشنو هو الزوجه. كل واحد خصو يعرف اللي ليه واللي عليه. ما ندخلوش غافلين. الراجل كيدخل كيحلم المراه غادي دير له، غتفعل له، هي اللي غتفشك، وهي اللي غتصاوب لك رجليك، وهي اللي غتصاوب لك الفطور، ولا تصاوب لك الغداء، ولا تصاوب لك القميجات، وهي اللي في الدخول غادي تحيد لك الفيستا ديالك وتوجد لك الغداء، سواء فوق الطبله روميه ولا فوق الطبله بلديه ولا فوق الارض المفرشه. المهم هاد المراه هي اللي غادي دير لك كل شيء. والمراه ما كتخرجيش، باش تخرجي تمشي لعند راجلك ويخرجك. بغيتي تمشي للسينما تمشي عند راجلك يديك السينما، بغيتي تمشي للعمره تمشي عند راجلك يديك العمره، بغيتي تخرجي للمسرح راجلك يديك للمسرح، بغيتي ديري الرياضه راجلك غادي دير. حنا ما عندناش هذه المسؤوليه ديال هادشي. تمشي لعند راجلك، راجلك غيدير كل شيء، هو اللي غيسفرك، هو اللي غيخرجك، هو اللي غيلبسك، هو اللي غيفشك، هو اللي يدير كل شيء. واش عمرك سولتي راسك علاش نسبة الطلاق كثيرة في المغرب؟ الطلاق ولا حاليا موضة، واللي باقيين مزوجين خاصهم ميدالية. تبع معايا الفيديو باش تفهم. بطبيعة الحال الهضره اللي ما غاديش تسمعها في التلفازة. بجوج دايرينها. اسمع هو كيعاين شنو غادي دير له داكشي اللي وعدوه به، وهي كتعاين داكشي اللي غادي يدير لها، وهما بجوج واكلين الدق في الزمان. بجوج بداوها بعدا في الاول غالطين. شحال كتشدي شحال كنشد، نديروا داكشي يلاه الحساب، نديروا هذه 50% ويلي، ونديروا شركه. ما نديروش عقد الزواج. علاش عقد الزواج هو عقد المدى ديالو طويل، يعني الى لا نهايه، ومن اجل انجاب اطفال وتربيتهم والعمه والده والرحمه. لا خويا، نردوها عقد استثمار، شراكه، خاصنا نربحوا، انت رابح وانا رابح. اذا كان هذا هو الزواج، بعد الواحد يدخل راسو يعرف راسو راه في انا رابح وانت رابح. وباش قلت لكم بجوج ضحيه ديال المجتمع، ضحيه ديال التيك توك، ضحيه ديال المواقع الاجتماعيه، ضحيه ديال الرقمنه، ضحيه ديال قله القيم، ضحيه ديال قله الاخلاق، ضحيه ديال الفقر، ضحيه ديال الجهل، ضحيه ديال الاميه، ضحيه ديال التعسفات، ضحيه ديال الرشوه، ضحيه ديال عدم الاستقرار في العمل لا بالنسبه للرجال ولا بالنسبه للنساء، ضحيه بالنسبه لغلاء الحياه. الدراري اللي عندهم المدارس والغلاء، هادشي كله كيتجمع وكتزيد عليها العائلات، العائله ديال الراجل والعائله ديال المراه اللي تا هما براسهم ضحايا ديال هذا المجتمع. كل شيء في غليان وكل شيء موكل الدق. اذا ما دخلتش اليوم وزاره الاسره والتضامن ودارت احصائيات ودارت يديها في يد المندوبيه الساميه الحقوق للتخطيط، وجابوا احصائيات وزادوا زكاو وغناو وعززوا هذه الاحصائيات بتدخلات وتدابير تكميليه باش يعرفوا شنو هي الاحصائيات، شنو هو السبب الكبير جدا اللي كيؤدي لهذا الطلاق اليوم. واش هو سبب مادي، واش هو سبب نفسي، واش هو سبب ديال الجهل والاميه، واش هو سبب ديال العنف، واش هو سبب حقوقي، واش هو سبب ديال الاخلاق، واش هو سبب ديال المسؤوليه. منين نعرفوا السبب عندنا بحال دابا 70 أو 80% هو السبب مثلا هو مادي، إذن غادي نتوجهوا كلنا بمحاولات، كنقول كلنا، حكومة، مجتمع مدني ومجتمع عموما بجامعاته وبمقاولاته وبشوارعه، كنتوجهوا كلنا أننا نقضيو على هذا السبب اللي هو مادي، بخلق فرص الشغل، بالسهر على استقرار هذوك الاجراء اللي خدامين، الموظفين نشوفوا المشكل ديالهم، نشوفوا المباريات شحال غادي ندخلوا الناس ديال الخدمه، نشوفوا شحال كيتخرجوا لنا من الجامعات، نشوفوا شكون هما اللي مقبلين على الزواج، اللي كيتخرج واش قدو اللي كيخدم. اذا تخرج لنا 50,000 شحال اللي كنخدموا؟ واش نخدموا 50,000 ولا كنخدموا غير 10,000؟ اذا 40,000 فين كتمشي؟ واش خاص تكون دراسه ونعرفوا الامه الاسباب. من نعرفوا واش مادي غادي نتصرفوا في المادي. هذا المجتمع كله قائم على الاسره، وخصنا نعطيو الاهميه لهذه الاسره ونحضيو هذه الاحصائيات. اليوم راه عندنا اكثر من 20,000 حاله طلاق. ملي كنقولوا طلاق راه مشكل كبير ملي كيكونوا الاطفال،
راه مشكل كبير كبير عند المجتمع، وراه خص كل شيء يتجند باش نقضيو على هاد الافه هذه، ويكون الامور مدروسه. ماشي غادي نحيدوا الطلاق، ما نحيدوش، ولكن يكون داك الشيء مدروس، ويكون داك الشيء عنده الاطار فين غادي يوقع لا الزواج ولا الاطار فين غادي يوقع الطلاق، باش ما تتفككش هذيك الاسره وباش ما يتفككش المجتمع ديالنا. واش دابا حنايا فين ما جينا في هذا المجتمع قال له فين ما مشيتي لعند هذا القرع وضربتيه يسيل دمه، ومنين ما درتي كتلقى ثغرات في المجتمع ديالنا. هذا مرض الطلاق تا هو يمكن نقضيو عليه، نتعرفوا عليه، نبحثوا فيه، نشوفوا السبب ديالو ونبحثوا في الجذر ديالو ونقطعوا باباه من الجذر ديالو، وتبقى لنا نسبه مئويه اللي هي ملي كتسولهم تتقول لهم فعلا انتم يستحيل حيت عندكم اسباب حقيقيه، خاصكم تطلقوا ما يمكنلكمش. ولكن ملي كتقلب ما كتلقاش الاسباب الحقيقيه، ما كتلقاش اسباب حقيقيه، ولكن كلهم اليوم خصك تلقى شي واحد لقيتيه مجوج قولوا مبارك مسعود خصك ميداليه مازال مزوج، انت لا مازال مزوج، انا مزوجه خصك لا ميداليه، اللي مزوج خصو ميداليه، اللي اليوم مازال مزوج خصو ميداليه، والمراه اللي مزوجه مازال مزوجه خصها ميداليه. شحال هذه كان طلاق غير في الناس اللي عاد تزوجوا 5 سنين عامين 3 سنين، هادشي انت تنضرك على 30 عام 40 عام. عيب شي واحد تقول في عمره 50 عام و60 عام تيطلق، هذه 30 عام عيب حرام التعاود، حشومه التعاود. دابا عباد الله 50 عام ديال الزواج كيطلقوا، ها باش قلت لكم انا رجعت الظاهره، ها باش قلت لكم رجع مرض، ما بقاش ديال اللي غتزوجوا 3 شهور، ولا اللي غتزوجوا هذه عامين، ولا اللي غتزوجوا هذه 5 سنين، ولا تزوجوا 20 عام، ولا تزوجوا 30 او 50 عام، بحال. اذن هناك ظاهره يجب البحث في اسباب هذه الظاهره والقضاء على هذه الاسباب للتخفيف من وطأة وتأثير سلبي للطلاق على المجتمع المغربي. راه يكفينا الاثار الاخرى السلبيه اللي جايه مجموعه ديال الاشياء، نزيدوا حتى الطلاق تا هو ما شنو بقى لنا في هذا المجتمع؟ صافي، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.